هعمل معاكم النهاردة الكزبرية. اللي ما يعرفهاش عبارة عن الفول الحريتي اللي انتوا شايفينه ده. الفول الحريتي اللي بيبقى اخضر زي البسلة كده، بنجيبه ونفصصه وغسلته وحطيته في المصفى زي ما انتوا شايفين، وجيت على النار في حلة فيها قطعة من الزبدة على معلقتين من الزيت، وحطيت الفول وهشوحه بقى في المادة الدهنية زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلبه في المادة الدهنية لحد ما يتنفخ كده وشكله هيتغير، انت هتشوفيه بنفسك، هيتغير من الحرارة. تمام، نفضل نقلبه كده، وبعدين هنحط المية مقدار الرز. يعني هنعمل كوبايتين رز نحط كوبايتين من المية. تمام، يعني معيار الرز هو اللي بيحدد هتحطي قد ايه مية. تمام، هنحط المية بتاعتنا وهنسيبه كده، ونحط التوابل برضو بتاعتنا. حطيت كزبرة ناشفة وكمون والملح مقدار الرز برضو، وهنسيبه بقى يستوي نص سوا. هنسيب الفول يستوي في المية بتاعتنا نص سوا، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. كده الفول بتاعنا بقى نص سوا زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله. هبدأ ان انا اجيب الكزبرة اللي احنا عملناها للقلقاس، هي اللي احنا شوحناها وفرمناها. هاخد معلقتين منها بالطريقة دي واحطها مع الفول، ونستنى يدوب هتاخد غلوة واحدة بس، وبعدين هنحط الرز بتاعنا اللي احنا طبعا غسلينه ومحضرينه معانا، هنضيفه زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا حاطين الملح وحاطين كل حاجة. هنسيبه بقى لما يستوي عادي خالص زي ما بنعمل الرز العادي لحد ما ينشف من المية، وبعدين هنوطي عليه يتردد براحته خالص. كده بقى شكل الكزبرية بتاعتنا، ما شاء الله شكلها جميل جدا وطعمها خطير وتغيير في الأكل، وبألف هنا وشفا. وما تنسوش يا جماعة اللايك بتاعي، ولو أول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك في القناة. سلام عليكم.